مساكم الله بالخير وحياكم الله جميعا في برنامج الديوانية من إذاعة وتلفزيون المارينا. نرحب بانضمام الجميع على الإذاعة وعلى التلفزيون، وأيضا اللي يتابعونا عن طريق مارينا FM أبليكيشن وعن طريق البث المباشر في يوتيوب، وأيضا اللي يتابعونا في قناة التلفزيونية مارينا تي في، وأيضا القناة رقم 151 لشبكة قنوات OSN. بداية نرحب في رواد الديوانية. ابو فيصل مساك الله بالخير. مساك الله بالخير ابو يوسف. وللصوت ما ادري وين راح، ما ادري شنو صاير اليوم، ما ادري قاعد طالع وي اللي قدامي فماني قادر حتى اسولف. جميل. فهد كميل مساء الورد. هلا بالحبيب. مساء الورد. ترى نايم الامانه يعني اشواهنا اجواء تشيع الفرح. اشواهنا اشواهنا اجواء تشيع الفرح. اي والله اشواهنا يا اجواء تشيع الفرح. اشواهنا يا everybody that يا روز من تول بي بروكينج يا ماكل بروكلي. طبعا اليوم نحن ننظر من نافذة الإبداع بحثا عن مميزين. نرمق في السماء سنا نجم مشع دري في فضاء إعلامي قاتم، فالإبداع من الأمور النادرة، ولذلك هو إعلامي من الطراز الرفيع. له من اسمه نصيب نجم وكريم. له من اسمه نصيب نجم وكريم، مثير إلى درجة تغري المتربصين وتجذب الهاوين. آراؤه مختلفة ليس لأنها خارج الصندوق، بل لأنها تخلق صندوقا خاصا تجد فيه أفكارا وآراء وحلول وبدائل تلهم الآخرين. تجربته الإعلامية تتماهى فيها كافة صنوف الفكر، فتتشكل أعمدة مدرسة إعلامية ثلاثية الأبعاد تبرز في الواجهة على شكل وشخصية نجم عبد الكريم. فمن أي أبواب الثناء سندخل وبأي أبيات القصيد نعبر يا أستاذنا الكريم ونجمنا المضيء في ديوانية مارينا FM. حياك الله يا أبو أمجد الغالي. أسعد الله مساكم جميعا والسادة المشاهدين، ولكن كما جرت العادة أن نبدأ بالسجعيات. نعم. وإن كان خليفة لقيان أبدى استياء، قال لا تبدأ دائما بالسجع، إذا شفتك تقول سجع ودي أدش الشاشة وأكسرها. فأقول FM مارينا FM خفيفة الدم، الله، وبمشاهديها من الشباب والكبار والشيوخ تهتم وتبتعد عن السياسة لأنها تعتقد ذلك أسلم. ومن قال سالم ومهند نوخذتها دائما في السفينة يتقدم. أواصل؟ والله قاعد انتفخ اخاف انبط. على كل حال أتمنى على الله أن تكون الإطلالة في هذه الأمسية خفيفة. وأنا بحثت على كلمة غبقة، ما حد عرفها، لأن من كم يوم سألت واحد قال لي أنت عندك تجارب، قلت له مكسر على راسي العنقيش، بس شنو العنقيش؟ ما حد عرفها. فسرها لي يوسف الجاسم، قال هي نواة التمرة لما تيبس تصير تعور إذا طقوها على صخرة أو كذا فتكسر، فمكسر على راس العنقيش. ما أدري. أما غبقة ما أدري، بس غبقة من خلال معرفتي باللهجة العراقية. إذا واحد حرمة قالت حق واحد أوه مداك غبقتها، يسمونها غبقة. بس الغبقة في الكويت حلوها. غبقة حكي ورمضان ومرح، يمكن تغبق البطون فيها. ما أدري. كتب لي أحد الأصدقاء الأدباء قال غبقة هي من غباقة المساء، عكس ما أعرف الصباح، شغلة كذي لأن في صيام. ما أدري، أنت عندك فكرة شنو غبقة؟ لا والله أنا أعتقد فهد يعرف، فهد عنده معلومات. فهد شنو غبقة؟ لا هي الغبقة بس برمضان يسمونها غبقة. ليش يسمونها برمضان؟ لأن تصير طول اليوم أنت يعني صايم. بس معنى غبقة شنو هي؟ جايك في في مذكرة تفسيرية. يعني من الصبح للمغرب احنا صايمين 15 ساعة. شو تسوي الغبقة؟ بعدين لما تفطر بعدين وقت قبل السحور يسمونها غبقة عشان تغبق البطن. تغبق. وفسر الغبق بعد الغبق بالغبق. من الغبوقة أعتقد هي. لو واحد يسب واحد يقول له غبوك لابوك.
حياك الله ابو امجد معنا ومبارك عليك الشهر. الله يبارك. احنا مبارك لك بالشهر دخلنا في الغبقه. اي والله. يلا تفضل كل ابو امجد شلون تقضي يومك في رمضان؟ انا في رمضان في الفندق مع اسرتي طفلتي وزوجتي، و عند الصباح يعني أنا دائما ما بين القراءة وهم يقومون بواجبات، ولنا أصدقاء نعرف أين الفطار. فطرنا مثلا عند يوسف الجاسم، ثم عند السنعوسي، باكر عند محمد عبد الجادر، عقب باكر عند ولد خالتي المهندس باسم الدرويش، وهكذا عندنا. لأن أنا جاي لأيام معدودة. اعتياديا شلون؟ يعني ما هو رمضان ليست له طقوس محددة غير العبادات والصيام، لكن من حين لآخر نطلع نلعب شوية رياضة هكذا. تمام. يعني ليس هناك شيء يستحق أن يذكر، وخاصة بالفندق وهدوء عادة رمضان، والبلد تكون أكثر هدوء. نعم. في رمضان، وعلى طاري رمضان، كانت لك تجربة رمضانية. نعم. عبر إحدى الفضائيات العربية يعني منذ زمن 20 سنة قدمت فيها برنامج كلمة قبل الإفطار طيلة الشهر الفضيل. خلنا نتطرق لهالتجربة دكتور. أقول لك يا صديقي، كنت مع مسؤول كبير في دولة الإمارات، وكان يقول قبل الإفطار إخواننا المعممين وشيوخ الدين يطنبون بقضايا كثيرة تاريخية عن وقال، ما يضيفون شيء جديد يتعلق بعلاقة الناس مباشرة. قال فلان قال فلان، ويأتي بأشياء من التاريخ. أنا جالس فقلت له ممكن أنا أقدم لكم برنامج قبل الإفطار وديني؟ فدهشوا ديني؟ عن ديني؟ قلت له ولا يتجاوز حدوده من دقيقة ونص إلى دقيقتين، وقبل الإفطار. إحنا الآن باكر رمضان. فقام المسؤول أو الوزير وقال يلا نروح تلفزيون. شفنا مكتب مدير التلفزيون لأنه ما في ديكور. قال قول أعطيني نموذج. قلت له أوكي. أسعد الله مساءكم سيدتي وسادتي. جل وتبارك قال لنا في كتابه الكريم، قبل أن أبدأ بهذه قلت الذي يتحدث إليكم يفترض أن يكون وزنه 75 كيلو. أنا الآن على أكتافي من 115 كيلو إلى 120 كيلو. لماذا؟ لأن الله جل وتبارك قال في محكم كتابه كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ورسول المحبة عليه السلام قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. أكلت فشبعت، ولم أستمع إلى ما قال القرآن فوصلت إلى ما أنا عليه، وكانت النتيجة سيداتي وسادتي ضغط، سكر، كوليسترول، أمراض متعددة. أنا الآن أتحدث إليكم بهذه الدقائق والمائدة موجودة، فتذكر إن الله قال لك كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ورسول المحبة قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. واجتنب الضغط والسكر والكوليسترول. أستودعكم الله. أوجزت فأصبت. لا الحلقة الثانية هاش كذا هتطلع الدقيقة؟ لا الثانية مال الثاني يوم. أسعد الله مساءكم. الله جل وتبارك لما خلق الملائكة على اعتبارهم أول المخلوقات أعطاهم العقل لكي يأتمروا بأمره وجردهم من الغريزة. ولما خلق الحيوانات لكي يتناسلوا أعطاهم الغريزة وجردهم من العقل. عقلهم بحدود محتاجاتهم. صحيح. لكن لما خلق الإنسان أعطاه العقل والغريزة. بالغريزة يكبح جماح الشرور، وبالعقل يصل إلى ما أراده الله أن يصل إليه من معرفة الله وتعاليمه. فإن أردت لنفسك أن تكون بمستوى الملائكة فاكبح جماح غرائزك واحتكم إلى عقلك الذي يقربك إلى تعاليم ربك. أما إذا أردت أن تستسلم لغرائزك فاختار، ولك الخيار. ونحن في رمضان. رمضان شهر محبة، رمضان شهر الغفران، رمضان شهر التوبة.
الأمر متروك لك والخيار لك. أستودعكم الله. هذه الثانية، الحلقة الثانية. تبي الثالثة؟ عيدك مبارك. باختصار. وهكذا 30 حلقة ما شاء الله. طيب ما فيها دين؟ فيها دي. بلا فيها. ما فيها إيجاز؟ فيها إيجاز. لكن دلوقتي عباد الله ويصرخون وعلى ويجيب حاجة قال فلان في الكتاب الفلاني في بحث عن فلان. طريقة التعبير هذه أحيانا تقربك من يا سيدي المعلومة. التقرب إلى الله لا يأتي بالصورة التي تجعل الناس يبتعدون. طيب. قرب الناس بما يتلائم مع حياتهم بمعيشتهم. الكلمتين اللي قلتهم في حلقتين لمدة يومين باعدت بينك وبين السماء ولا قربت بينك وبين الله؟ نعم. أنت كنت كلام عقلاني موزون. نعم. وحوار بسيط. نعم. لكن الذين يضعون دائما حواجز بينهم، هؤلاء الذين حتى المذيعين الذين كما أشرت إليه باستمرار يتكلم بلغة كأن، وقلت لك ذيك المرة في لقائنا هناك منظرين إعلاميين يقولون على قدر ما تستطيع أن تشعر جلساء الصالون الذين يشاهدونك أنك جليس صالون معهم تحدثهم على قدر ما تفلح وتنجح في إيصال رسالتك. لكن أما إذا عملت جاب وكلمات من نسبة الإيضاح المستنبطة التي تتكون من التجريد الذاتي الذي لا، هذا حكي كنت كله حكي. 1-0 نجم عبد الكريم على فهد كميل. لا بس انا صراحه اليوم مستانس، لان انا كنت اتابعك من زمان، ترى من فتره طويله. ايش كثر؟ من زمان. ايش كثر عمرك؟ قبل لا ينولد يعني. لا لا 80. لا ما شاء الله، الله لك طول العمر. انا عمري الحين 52. بالمناسبة Yeah. أنا ترى أخوك الله يمسيه بالخير إيه. صديقي. نعم. وارتبطنا كثيرا. إيه. وما دام الشيء بشيء يذكره. أنا في الطائرة التقيت بأيقونة الكويت الرياضية الله المرعب جاسم يعقوب. جاسم يعقوب محمود. إيه. واستأذنته أن أقول الكلام. صاير ايش صاير؟ لا شيء. كنا في المطار في هيثرو وركبنا الطائرة مع بعض، وكانت النغمة مش بعيدة عما يجري من أحداث فيها ألم. فسألني شلونك؟ قلت له خير. زين. قلت له أنت شلونك؟ قال خير. بس قال لي سؤال، قلت شو اللي يدهشك؟ قلت له ما عاد في شيء يدهشنا، انتفى عالم الدهشة. قل لي شنو اللي يدهشك الحين؟ ما في شيء يدهش. بس قال لي جملة جميلة. قال لي لا يا نجم في شيء يدهش. قلت له خير. قال الوفاء. قلت له في وفاء؟ قال ايه. الدهشة الوحيدة التي تدهشني أن أجد الوفاء عند البعض. وهو صادق. الوفاء هو اللي يدهش الآن، ما عاد في شيء يدهشك. فونحن نحكي بنصب آلامنا. فقلت له وهو ماشي، قلت له ممكن أقول هذا الكلام، أنا راح أطلع بالتلفزيون في مارينا. قال قوله على مسؤوليتي وسلم عليهم. الله يسلمك. الله يسلمك ويسلمه. ومبارك عليك الشهر يا أبو حمود وكل محبينا. وبالمناسبة جاسم يعقوب كان آخر ظهور له في مارينا FM قبل أيام، عنده برنامج اسمه جولدن 1. هذا البرنامج. شنك تقول لي ما جئت بشيء جديد؟ لا بالعكس، بس لا انا طريته لما كنت طريته. هو كان عنده برنامج عندنا في المارينا. يذكر الناس. ابو حمود برنامج جولدن 1 جائزه تقدم لافضل لاعب في الموسم، وهو من ضمن هذه المنصه. عنده خلق عجيب. هو الى جانب انه رياضي مبدع، عنده خلق يجعل للطرف الاخر قبول. نعم. في ناس صاحب حمود عنده قبول. كلامك في وليد ايضا اسمه دريهم كان محبوب. ابراهيم دريهم. كابتن ابراهيم كثير حباب. هذا دريهم انا خابره وعمره 3 سنين 4 سنين. ما شاء الله. اعرف ابوه واعرف امه. والله يا فريج احنا في صوابر. ايوه نعم ما شاء الله. على الطاري هذا كان ضيفنا هنا. الوفاء انت شلون تشوفها كقيمه في الاوساط الاعلاميه؟ والله حاليا أنا يعني أجد الوفاء عند المجموعة التي نشأت معها ونشأت معي. يعني أجدها عند السنعوسي، أجدها عند يوسف الجاسم، أجدها عند صديقنا الجميل وهو كان أصغر منا سنا محمد عبد الجادر الدكتور. أجدها عند صديقتي الجميلة اللي كلمتها اليوم دكتورة غنيمة حيدر. أجدها الناس الذين كنا نلتقيهم وبيننا وبينهم وفاء. أجدها عند والدك الله يمسيه بالخير ورجل فاضل. أجد الوفاء عند الذين نشأوا على الوفاء، لكن للأسف الشديد الغالبية العظمى انعدم الوفاء عندهم. الغالبية العظمى. نعم.
أيضا أنا اليوم في حلقتك يعني هناك كثر يعني من باب أيضا الوفاء حبوا أنهم يشاركونا هذه الحلقة، وإن كانوا يعني مو معانا في الاستوديو، لكن في بعض المشاركات حاب أنا تسمعها. فايش رأيك نسمعها؟ ايش رايك؟ هل املك الراي في الرفض؟ استاذنك ممكن اذا رفضت. نعم. ليه ارفض؟ نعم. ناس يتصلون وتتكلم عن الوفاء وتقول لي ايش رايك؟ قول لي اسمعها. طيب خلينا نسمعها. يا زينك يا دكتور، يا زينك. خلينا نسمعها. اسمع يا فهد، اسمع. يلا. الفنان أحمد الحريبي حب يشارك في حلقة الديوانية، وأرسل مشاركته بصوته حق ضيفنا الدكتور نجم عبد الكريم، وقال فيها: مساء الخير عليكم جميعاً. في الحقيقة لا أدري كيف أبدأ بالحديث عن هذا الرجل والإنسان والتاريخ الثقافي والأدبي والفني، فهو نبراس للإعلام الكويتي والخليجي والعربي، وبصماته كانت وما زالت واضحة وراسخة في ذاكرتنا. الحقيقة شهادتي مجروحة في عمي الغالي وأستاذي الكبير أبو أمجد، ولأنني أعرف من هذا المثقف وأعرف من هو نجم عبد الكريم، وهو أخ وصديق لوالدي رحمه الله، وأعرف كم يمتلك من الموهبة الجميلة، وكيف لمثقف مثله أن ينشر التفاؤل والإيجابية عندما يتحدث يأسرك بحديثه وتتعلم منه الكثير من إبداعاته. نعم، إنه نجم عبد الكريم، الإعلام المخضرم والمثقف والأديب. وفي أحد المواقف التي كانت مع والدي كنت حاضراً، وكنت طفلاً لم أتجاوز 7 من عمري. كنت مع والدي رحمه الله في مبنى وزارة الإعلام، وكنت أحب الفن الأصيل الذي تربيت عليه. فقال العم الغالي نجم لوالدي: يا صالح، أحمد ولدك جوهرة، دير بالك عليه. نعم، هذا نجم عبد الكريم، المتواضع الراقي الجميل المبدع، فهو نجم عبد الكريم، وهو نجم الإعلام الكويتي والخليجي والعربي. لك مني كل الحب والتقدير والاحترام، ابنك أحمد صالح الحريبي. ترانا ابو دماعه. هالحكي وايد يذكر فيني. عسى الله يحفظك، انت تستحق، وانت تاريخ، واحنا اليوم نقف امام تاريخ. واحمد الشهاده لله، لو الظروف الموضوعيه تتوافق معه ولا تكون هناك خصومات وأحافير، لكان الآن ينطلق من الكويت صوت إبداعي لا يقل عن صباح فخري، لا يقل عن أي واحد من هؤلاء المطربين العظام. صوته جميل، أداء سليم، هو جميل. أتمنى على الله، وهو لا زال شاب صغير، أتمنى على الله أن يحرص على الجوهرة التي يمتلكها في حنجرته، ويسمع الإنسان الجزائري والمغربي والتونسي والمصري. هو أسمعهم، وأنا علمت أن وديع الصافي كان كثير معجب فيه. أتمنى له أن ينطلق مرة أخرى لكي يعني يسمع الناس صوتا كويتيا جميلا. نعم، وبالفعل أحمد خامة رائعة، نتمنى له التوفيق. ومثل ما تفضلت، يعني أحيانا الظروف تقف أمام بعض المبدعين. أنا صار بيني وبينه شوية حوار، حسيت أنه متألم من ممارسات يعني في الوسط غير صحية، أتمنى أن تزول. نعم. طيب، الشيء بالشيء يذكر، وإحنا نتكلم عن الوفاء، يربطك يعني كانت تربطك علاقة مع الراحل صالح الحريبي والده رحمة الله عليه. كان مرح على فكرة. كان رجل مرح إلى أبعد الحدود. نعم. وعلى فكرة صالح لمن لا يعرفه هو عصامي. نعم. صنع نفسه من لا شيء. وأنت كذلك. يعني أنا دون العصامية. لا، أنت عصامي. لا والله عصامي. بالعكس، وقصة نجاحك تدرس وملهمة للناس المبتدئين اللي مثلنا. يعني أتمنى أن توثق هذه المراحل في كتاب كامل ياخذ من نجم عبد الكريم من البدايات، من الخمسينيات إلى هل هناك من يقرأ؟ نعم، لابد أن هناك يعني هناك ناس تقرأ. نعم، في ناس. لابد من التوثيق الآن. يعني مثل هذه القصص يجب أن توثق، وأنت
أعلم مني في أهمية التوثيق حفظا للتاريخ، وأنت صراحة دونت تاريخ قالوا لي إعلامي كميل جميل. وكميل وأخو كميل بيدعفسكم بياكذكم، أشو الريال ساكت. هو مستمع جيد. لا وحذاري من المستمع الجيد في الحوار. لاني انا سمعت والله قبل والله اسمع وحافظ لك اشياء وايد وقلتها قبل هالمره بالمريض. ايش حافظ لي؟ قلت المثقف هو الذي يقلص دائره السلبيات ويوسع دائره الايجابيه. قد يكون فلاح، قد يكون وزير، قد يكون مدير، قد يكون رئيس، قد يكون امير حتى. اي قد يكون امير. المثقف ليس الذي يتكلم باللغه العربيه عن بيتهوفن السيمفونية التاسعة، ولا عن البيكاسو لوحة الجرنيكا ولا يتكلم عن عبد الرحمن بن عوف والبحتري والمتنبي. المثقف هذا مكتظ بكم معرفي. المثقف هو الذي لا يسهم بانتشال البلد من التخلف من التعصب. انا ناسي شلون حافظها. ايه حافظها. لا هو كل يوم ما ينام الا على حلقاتك بالليل. دكتور عنده مصدر اسمه www.thebana.com. thebana.com. خل بالك يعني في اشياء عنده معلومات تفاجئك، دير بالك. والله جعلتني افخر بنفسي. تس يعني تس ان يكون لا عيدها ما سمعها. احفادي يلا عاد يلا. يقول لك تس يعني تسلم. هذا تقول له يعني يرش فليت. طيب انا ما قلت، هل انت مؤمن ان هذا هو المثقف؟ وايد غيرت اصلا. صحيح. كنت انا اختبر للمثقف انه بس يقرا او الدارس يعني. إيه لا ازيدك من الشعر بيت. ماذا قال جون بول سارتر عن المثقف؟ إيه؟ يقول قد يكون كالناس في الطريق. إيه؟ ينظف الطريق وامضى 6 أو 8 ساعات وذهب الى بيته واخذ الشاور الجميل. إيه؟ ومسك بالورده وذهب الى الحديقه لكي يلتقي بخطيبته او حبيبته، وهو في الطريق إليها وهو مهندم وحاط الكولونيا شاف قمامة. فنزع وحط الوردة ومسح القمامة. مو وقته مو شغله، لكن الالتزام هذا هو المثقف الحقيقي. صح. الذي يلتزم دائما بإيجاد سلبيات في المجتمع. نعم. يعني المثقف هو مو هذيل الذي ياخذ له شهادة PhD وطاولة كبرها ويقعد ويتحدث مثل ما تفضلت. ويحمل المجتمع مسؤولية عدم الارتفاع إلى مستواه وهو عال على المجتمع. صحيح للأسف يعني. نعم. خلينا نتكلم على ظاهرة يعني تحدثنا فيها تحت الهواء، ظاهرة النفاق الاجتماعي وتفشيها. النفاق الاجتماعي؟ اي وين في هذا؟ مو موجود. لا انا والله اعتقد انه موجود. عاد برمضان بالغبقات وايد موجود. يا حلو الابتسامات الزائفه يا شداف المهشق له الشق وشداف. لا شنو اثرها اذا كان المجتمع غير صادق، يعني حتى في علاقاته في تعاملاته؟ شنو اثر النفاق على المجتمع؟ هذه الظواهر أصبحت منتشرة، بس للأسف في العالم الخارجي نادرة جدا. يعني إذا كان ما يحبك الواحد يجتنبك أو يقول لك ما أحبك، إنما هنا يأخذك بالحضن وهو يتمنى لو يصفعك. فكثير من الظواهر الاجتماعية، أقول لك ليش. المجتمعات الأمريكية عندما جاءت بهجرات مختلفة من الصين، من اليابان، من اليونان، من لكي تشكل أمريكا، اتفقت واتحدت لكي تشكل أمريكا، وأصبحت أمريكا 250 سنة شكلت حضارة وأقوى قوة بالعالم. يعني ليه؟ لأن الناس جاءوا لهدف واحد. ولكن عندما تكون بلد تستقبل هجرات، والهجرات كل منهم يعتز بما كان عليه مذهبيا وتاريخيا وقبليا وكذا، ويبقى يجاهر بها ويتمسك بها ويتخذ خصومة من جاره الذي هو نفسه. أنت مهاجر لبلد عليك أن تبنيها، انسى أجدادك، انسى، افتخر بتاريخك، لا بأس الجانب المضيء منه، ولكن أصير قبلي وطائفي وعرقي وهذا فلان وذاك فلان وأنا جدي أحسن وأنا جدي كذا. هذا يؤدي إلى تفسخ ويؤدي إلى علاقات أبسط ما فيها النفاق الاجتماعي الذي أشرت إليه. والعنصرية مدمرة للمجتمعات، ما تخلق هذا قبول الآخر،
دائما هذا التعنت في هذا الجانب والتعنصر يولد يعني حالة من البغضاء بين يعني المجتمع، أفراد المجتمع الواحد. وأنت لمست هذا الأمر في العنصرية؟ العنصرية أحيانا تتستر بعنصرية العم. شلون يعني؟ يعني مثلا فلان كذا كذا، هذه تشمل أجداده وبلده وعرقه ومحدده، وهي مسبة. يعني أنت مثلا إذا في إنسان لديه مساوئ وتريد في حالة خصومة وأنت محتد تقول يعني إنسان رديء، نذل، سافل، منحط، حرامي، كذاب إلى آخره. لكن من البلد الفلاني أصلا فلان، ليش؟ ليش ما يكون معيار الكفاءة والإنسانية حتى في جانب هذا تولية مثلا رجل على المرأة، ودائما يغلب الجنس أو الأصل والفصل وما إلى ذلك، يغيب معيار الإنسانية وكفاءة هذا أيا كان، من أي بلد، من أي مشرب، من أي كان، من أي جنس، ذكر أم امرأة. ليش دائما في حط من قدر الآخر؟ أقول لك شغلة، التعليم أنت لو ذهبت إلى اسكندنافيا، السويد، دنمارك، نرويج، تجد التعليم، واليابان أيضا. تعرف في مادة في اليابان من الروضة إلى الجامعة يأخذونها شنهي الأخلاق. الله. ولذلك تجد اليابانيين من النادر، روح السجون الكويتية ما تلقى ياباني قاتل ولا سارق ولا كذا، من النادر تلقى ياباني. ليه؟ لأنهم على أخلاق. وكذلك الاسكندنافيين يصنفون في العالم بإيش؟ أسعد الشعوب، دائما سعداء، ما عندهم مشاكل، ما في واحد يحقد على واحد لأنه ثري أو لأنه، شعوب مرتاحة. التعليم من الأساس ينشئهم نشأة ما فيها عرقي، ما فيها مذهبي، ما فيها ديني، حتى ما فيها. وبالتالي أنا أعتقد التعليم شيء أساسي. أكيد. أنا أقول نريح شوي. أنا بس بنروح فاصل صغير وبنسمعك أغنية الله لفايزة أحمد. الله. على طاري الإعلانات، إعلانات أول. لحظة، أنت إيش سويت؟ عندك فكرة عن صوت السهارة؟ شنو صوت سهرة؟ أغنية حطيت أغنية؟ لا، هاي لها قصة، ما تعود دوخي. لحظة. شنو؟ الشيخ جابر العلوي الله يرحمه، الله يرحمه، يريد دائما أن الكويت تكون على ألسنة المشاهير، من عبد الحليم كذا. فلما جت فايزة قال خلوها تغني أغنية كويتية، فسمعناها كذا أغنية عجبتها هذه، تعال اقنع أبو فهمي الله يرحمه أن فايزة تغني أغنيته. قال لا، ما تأديها مثل ما أديها أنا. يا أبو فهمي جاء الله يمسي الله يرحمه أحمد باقر، قال له أنا راح أدربها بنفسي. وقال له طيب يلي بغيت بعيد على طريقته، تقدر تقولها فايزة يا ابن الحلال. قعد أحمد باقر، جاء أثناء التسجيل وقفنا كذا مرة، يا أبو فهمي الله يرحمه، قال لا يا أما تقولها مثل ما أنا قلتها ولا. وزعلت وصالحناها، وعقبها قعدت أنا ليلتين ما أنام مع أحمد باقر نسوي لها مونتاج علشان وفقا لما يريد أبو فهمي الله يرحمه. متطلب كان رافض، يا اما تأديها مثل ما أديها ولا هذه كفو تغني أغنيتي. الله يرحمه. لكن هذا بس شيابة على بالك أنت؟ يعني احس هذه ذائقتك. لا انا احب الطرب، احب الطرب. بس لهذه قصتها. انما الله يرحمك يا احمد باقر تعب وهو يحفظ فايزة احمد، وتعب في المونتاج. وانا كنت مسؤول اذاعه شعبيه في حينها، وكان التسجيل لانها اغنيه شعبيه يفترض من ارشيف الاذاعه الشعبيه مو الاذاعه اشتغلت في الاذاعه. كم كان عمرك ابو امجد؟ أنا بدأت في العشرينات، يعني في العشرينات، عاد حط فوقها 2 3 4 ما أدري، في هذه السن يعني. ما تسمع إنجليزي يعني أنت عايش بلندن، ما تسمع أغاني قديمة إنجليزية مثلا أمريكان دانس؟ لا، في أغاني قديمة الحين الناس ما تعرفها. خل عندك ذات سوي I like it، هذه جديدة. بس في قبلها أنا في أغنية كنت أسمعها بطولة كلارك اللي هي
اللي هي تقول kiss me another kiss me another kiss me another kiss hold me another squeeze me another don't waste night like this la 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 الله. هذه في الخمسينات ما شاء الله. على كنت تسمع that's the window that's the door that's the ceiling this is the floor. عجيب. هاي بالمدرسة عجيب. كلكشي عود. لا لحظة كلكشي منين يا الكلك شنو كلكشي صدق شنو كلها قديمة. مفردات الله لا يوري. بس مريت بوايد مراحل يعني حتى دعايات سويت. انكسر على راس العنقيش. شنو العنقيش؟ مش دراني. حبة التمرة قال لك. زين ترى بس على طار الاعلانات اول بالاذاعه كان عندكم اعلانات؟ عندنا اعلانات بس اكو اعلانات شغله ثانيه. لا اي لا اكو قرروا اظن الملا الله يرحمه يعمل مصنع سجاير شرق. اي سنه 50. زين ما كنا مولودين احنا شوي. طيب شلون يعلنون ما وين لا اذا على تلفزيون شي يحطون على الحيطه قبل الناس تكتب على الحائط. لا ما يحطون على الحيطه. يابا والله يرحمه فهد بورسلي الله يرحمه وسوى اعلان. طيب الاعلان الناس تقول شعر ولا تقرا شعر؟ يابونا احنا يا هال دخنوا يا اهل البلد من جقاير بولد. احنا ركض بهالشوارع. بعدين جقاير بولد جقاير كرنيت دخنوا يا اهل الكويت من جقاير كرنيت وركضوا بالشوارع. هذا الاعلانات كم يعطونكم كانوا؟ يا على بيستين ايام البيزه. تلقى الشاعر خذ له 20 30 ربيه. من اللي يركب الكلمات؟ منو؟ فهد بورسلي الله يرحمه. زين ايضا خل نسمع بعض مداخلات الزملاء والاحبه اللي يعني لهم يعني مشاركه في هذه الحلقه من باب الوفاء ايضا لك يا ابو ومد. لا تخليني ابكي ترى انا. لا ان شاء الله ما تبكي. ترى انا دموع كلش. اللي بتشارك الان نحله. اوه هذه صديقة الشيطانة الجميلة. ايوه نسمع الشيطانة الجميلة ليلى احمد. تسمعنا الحين يلا. الأستاذة ليلى أحمد حبت تشارك في حلقة الديوانية ودزت مشاركتها بصوتها حق ضيفنا الدكتور نجم عبد الكريم وقالت فيها: هلا والله بمارينا اف ام، مبارك عليكم الشهر، كل عام وانتم بخير، وضيفكم الجميل دكتور نجم عبد الكريم بخير بعد، اثنينكم بألف خير. قبل رمضان بيوم التقيته في زيارة للكويت. هذا الرجل رغم يعني زخم عواطفه وتلقائيته بس في عنده حتى مثل الياهل، أحمق بسرعة ينفعل، وهذا شيء أحبه لأن هذا طبيعي. هذا إنسان يعني لا يتصنع حياته، صادق مع نفسه مع رؤية. تكلم لي في القعدة وإحنا قاعدين في المطعم عن بعض أشجان قلبه لمن تنكروا له كما يعتقد. هو يبي يصدر لك يعني فكرته أو آلامه أو حزنه شجنه، ويتمنى الوصل معاهم لمن أعطاهم حياته في يوم من الأيام، ومتعجب شلون يتنكرون له. هو ما يبي يسمع مبرراتي، شنو دوافعهم، ليش كذي يصير في معاهم. فكر من الجهة الأخرى، يمكن تكون أنت الغلطان بس ماكو، هو ما عنده شيء اسمه هو الغلطان، هو عنيد، هو الصح بحسب رؤيته والغير غلطانين. أعتقد أنا هاي نجم عبد الكريم وزنه كله، عقله كله، خبرات شخصية في حياته مهمة وملهمة أيضاً. ملهمة لأن إنسان يبدأ من تحت الصفر إلى أن يصير علامة مضيئة في بلدنا وفي الإعلام الخليجي. يعني شوية شطانة، على تحفيز، على استمرار، على رغبة في تطوير الذات، نادر ما تشوفها عند أحد معين. غالبية الناس تنتظر معالق الذهب، هو لا، بدون معلقة، بيده حفر، بأظافر حفر. أم جاسم تقول أنت سريع الانفعال وتخطئ الآخرين وأنت ما لا، حكاية تخطئ الآخرين قد نختلف عليها، ولكن أنت لا تدري ما الذي يقال عنك من ورائك، وإذا كان على صواب أم على خطأ. يزعجك؟ ولكن أنا أقول
من له 1 على مليار عندي ليأتي يأخذه، وهذا الذي أحمله ليس فيه نقطة سوداء ضد أحد كائنا من كان فوق هذا الكوكب. الله عليك. وإذا كنت قد أسأت بقصد أو بدون قصد لأي إنسان فإني أمرغ خدي تحت تراب قدميه ليعذرني وأتأسف له. الله الله الله. درس والله يعني درس والله لكل المتخاصمين. المفروض واللي تاخذهم العزة بالإثم. تسمع الناس المفروض تسمع وتشوف. بمناسبة العزة بالإثم، مرة بقولها لواحد مصري الله يرحمه، قلت له العزة في الإثم، قال إثم النبي حارثك. يعني حارثك. على طاري الأخوة المصريين ومشاهدتك لكثير من الأعمال، وأيضا كان في أعمال وايد، شنو نبي نتكلم عن مساحة المشاهدة بالتلفزيون شوية، نبي نسولف عن المساحة هذه الخاصة في مشاهدتك بالتلفزيون. شنو تقدر تقول عنها؟ شلون المصري إنسان طيب. أنا عشت في مصر من سنة 60 إلى السبعينات أوائلها. عشت في مصر أناس يعني حقيقة إذا أردت أن أكون منصفا، شخصيتي بنيت إذا كانت هناك شخصية وأصقلت في مصر. يعني مصر أعطتني أكثر مما يجب. ايش معنى يا دكتور؟ دربتني، علمتني. الشخصيات التي التقيت بها، مصر كانت لي بوابة حياة يعني. وبالفعل المصري إنسان طيب ترى. نعم. الإنسان أنا أتذكر مسؤول كويتي كبير يجي لمؤتمرات الجامعة العربية ويحب يروح الأزبكية يشتري كتب قديمة، فأصطحبه مشيا على الأقدام. فمرة قال لي كيف الترجم للإنسان المصري؟ قلت له طيب أنا هقول لك. شفت واحد مسكين بسيط، من فضلك يا أخ اسمع، هتعرف الإنسان المصري اللي ما يقول لا. من فضلك فين شارع نجم عبد الكريم؟ قال انت حضرتك ماشي من هنا شارع، تعدي من تعدي 1 2 3، خش أول زنقة على اليمين 1 2 3 مش عارف ايه، تلاقي شارع صغير كده، ده شارع نجم عبد الكريم. قلت له فهم والله صارت فيني. هذا الانسان الطيب ما راضي يقول لا. يا حلوهم. بس شعب يعني بسيط، الكل فرحان، الغني، المليونير، المتوسط الحال، الفقير. مصر لا ينام فيها جائع. نعم. لأن أرضها موسمية، ليس بالسنة 4 مواسم. بس المصري دائما عنده شعور بالاضطهاد، أنه لم يأخذ حقه. بهذه ظاهرة موجودة. لكن أنا بقول لك شغلة، إذا عمرت مصر وتقوت عمرنا وتقوينا، وإذا نزلت مصر نزلنا. هي الأم الحقيقية لنا. وانت عصرت في مصر نجوم العصر الذهبي بلا شك، من 60 ل 70 كانت رائعة. يا رجل كان كل 6 ساعات كتاب. ما شاء الله ما شاء الله، يطبع كل 6 ساعات كتاب. مصر الثقافة. نعم. أبي أتوقف عند كواليس لقائك مع عميد الأدب طه حسين، وانت رحمة الله عليه. انت من المحظوظين. أحب أقول لك شغلة، ليس في المشرق العربي من التقى بطه حسين سوى العبد لله. ما شاء الله. المصريين التقوا مع لقاءين 3 في بيته، لكن لإذاعة الكويت كان لها السبق في أن تلتقيه سنة 68. كيف تم اللقاء؟ خلينا نتكلم بس بعجالة. هو له قصص كثيرة، ولكن لكي أذهب إليه ما كان يجب أن أذهب إليه دون أن ألم بمعطياته، بمنجزاته، بكتبه، بمحاضراته، بما عمله من جامعة اسكندرية، جامعة عين شمس، بمجانية التعليم، بالماء، الهواء، يعني طه قرأت من كتاب الأول إلى آخر ما كتب وذهبت إليه، حتى أنه بعد أن استمع إلى الشريط، له عادة يستمع، قال جملة، قال التقيت بأناس كثيرين، هذا اللقاء واحد من المتميزين. الله. باركك الله. وأنت بلغني أنك في العشرينات. قلت له نعم. قال استمر على القراءة يا بني. وأخذت بالنصيحة إلى اليوم. أي لا باكر. باليوم كم تعطي من 24 ساعة للقراءة؟ الحين زوجتي تبحث عن أي مأذون، تبتسأله تقول له أيهما أهم، الكتاب ولا الزواج؟
من النجوم اللي تحرص انك تتابعهم استاذ ابوي النجوم اللي تحرص انك تتابعهم. انا كان عندي صديق مش اتابعه، هو محمود مرسي. هذا رجل مثقف يعني انسان رائع. هذا كان تربطنا في صلة طيبة محمود مرسي. وكان محمود ياسين ايضا صديق. وكان حتى حسين فهمي قبل أن يشتهر، لأنه كان جاري وولده محمود يذهب مع ولدي أمجد يروحون إلى نادي الجزيرة يلعبون مع بعض. فكان في كثير من، بس اللي حبيته من النجوم الرجل الفاضل الطيب محمود المليجي. لأني اشتغلت معاه في مسلسل صابحة، واشتغلت معاه في فيلم حبي في القاهرة. ومحمود إنسان رائع رائع إلى أبعد حدود الروعة. أنا في سؤال محيرني يلا قبل ما عليكم، ليش يتميزون نجوم مصر؟ كانوا كل واحد له يعني ميزة وكل واحد له عمق. مصر شيء مصر يعني ولادة. تتكلم تقول مصر يعني ولادة على رأي أخوي مهند. اي والله مصر هذه مش شوية مصر. اي والله. وقف عند جزئية يعني على طاري الوفاء وأصدقائك في هذا المجال. بالكويت هنا بالديرة أنت صديق قريب جدا للراحل أبو عدنان عبد الحسين عبد الرضا رحمة الله عليه. جمعكم موقف في فرنسا في الصيف. صح؟ في المطعم انتوا قاعدين، جانا واحد قاعد مثقف قاعد شلون حاط منديل وكرافتة. والكرافتة تختلف، يعني القميص أصفر، الكرافتة زرقاء، البالطو خضر، البنطلون أزرق، يعني يستفز النظر. وايد شغلات يعني تكنيكال. فلما والتسريحة غير. انت قاعد وياه على الطاولة، أنا قاعد أنا وعبد الحسين سويلفاتنا. قال مش حضرتك الأستاذ عبد الحسين عبد الرضا، الأخ كريم عبد النجم؟ سوي لها مونتاج شوي. زين تفضل. كان يقول أنا مهتم بالثقافة، ممكن أقعد معاكم؟ قعد. عبد الحسين أعطاني الإشارة، يعني عندك إياه. دخلت له من قلت له الأخ في أي مجالات الثقافة؟ قال شو ما بدك. زين. قلت له الثقافة ما فيها شو ما بدك، يعني لابد من التخصص، يعني أدب، فن، شعر، تاريخ، سياسة. قال شو ما بدك. قلت له في هذه الحالة هل أنت نسبة الإيضاح لديك مستنبطة من تلك الروابي التي قد تستدرج عنها الحزيزات المتنافرة حتى تستنبط من أجل الإيضاح الذاتي لكي تكون قرنا استشعاريا؟ وين راح وين انحاشي؟ القرن الاستشعاري الذي يتحسس الأشياء قبيل حدوثها، أم أن الأمر يختلف عندك استنباطي ولا تدريجي؟ كان يقول عبد الحسين لا أكيد تدريجي. أنا متفق مع الأخ عبد الحسين. احنا الله. انت صرت واحد بواحد وعلى الخط بعد سويت له هذه. ما شاء الله عليه. راح نوقف بريك ونرجع ان شاء الله نستكمل حوارنا. رجعنا معاكم في الديوانية نستكمل حوارنا مع الزميل الإعلامي والصديق، أقول الوالد ولا الأخ الكبير؟ لا والله العم الكبير. استغفر الله. والله العم وأمجد الغالي. الأخ حلوة. لا والله العم. والله مستانسين. أنت عمنا وغصبا علينا. عسى الله يحفظك. ليلى أحمد ما خلصت ما شاء الله. لا ليلى إنسانة طفلة كبيرة. ولما مكثنا في فترة دارت قضايا خاصة وعامة، وهي تريد أن تكون حمامة سلام بيني وبين يعني أنا حسألك سؤال. هذا اللقاء إذا مشينا أنا وأنت نعم ورحنا بيتنا وجدت تعليقات وتجي تلقى تعليق مكتوب هذا إنسان مدعي كذاب، طردته السعودية وطردته الإمارات وجاي الكويت يدور لنفسه عن دور بعد أن فشل وكذا كذا، تلقى التعليق ويكون من إنسان ما أتوقع لو قلت لك من هو أنك حتكون مسعود. فهذا النوع هي تريد تكون توسط من هؤلاء الذين يسبون بهذه الطريقة. فأنا قلت لها يا بنتي أنا ما عندي إشكالية، أهلا وسهلا، تعالي أهلا أنت وهم، مثل ما قلت لك هذا ما في نقطة سوداء على أحد. فهي
تلتقي بأناس مختلفين الأهواء والمشارب ولهم آراء مختلفة وتريد أن تجعل توافق. هذا كل ما في الأمر يعني. بس لست عنيدا ولست تريدني أن أذهب إلى أماكن. بالتالي أنا أقول لك شغلة، أنت زعلان مع الدكتور وحاسس أن أنت مظلوم مع الدكتور، ويجي الدكتور يقول خليه يجيني البيت أتصالح معاه، تروح له؟ يفرض هو يجي لك. صح. فتقول لي امش معاي، أقول لها أنا ما اعتديت على أحد حتى أروح له. كيف أروح لناس معتدين علي يعني؟ ما غلطت على أحد، بل بالعكس هؤلاء الذين تريد مني أن أذهب إليهم لم يحدث إني أسأت إليهم بشيء. إساءاتهم تنشر بالصور في التعليقات، فأنا ايش لي ذنب؟ وما بقول لك الأسماء حتى لا تدهش، مش أنت، حتى لا تدهش الكويت كلها أن أنا أسب من هؤلاء الناس. نستكمل الكلام اللي بعثته لنا أم جاسم الزميلة ليلى أحمد. الأستاذة ليلى أحمد حبت تشارك في حلقة الديوانية ودزت مشاركتها بصوتها حق ضيفنا الدكتور نجم عبد الكريم، وقالت فيها: طبعا ساعات هو واقف عند زمان في شيئين في اللغة العربية الفصحى، وينتقدني ايش حاجة تكتبين بالفصحى على تويتر وتنتقدين ليش تغردين بالعامية؟ يقول لي عني. قلت له هذا خطابي لناسي لمن يشبهوني، لمن اللي تجمعني معاهم المشاكل أو أفراح أو أي شيء يكون، لازم تتكلمين بالفصحى. وصكني طبعا بعدين بجمل بالعربية الفصحى، وهي عربية يعني محببة لأنه يسوي لها أداء درامي، يقدمها أداء حياة مع تعابير وجهها. لا وانتم الحين في الحوار هذا قد يأتيكم شيء من هالمطر اللي يسويه هذا الرجل. يعني وايد عنده أفكار ملهمة لكي تتجسد، خصوصاً أنه عايش في بلاد مثل إنجلترا مثلاً أو في فرنسا، وايد في تطور في الإعلام، وعند الرجل هذا أفكار. وأنا أعتقد أنه هو ما أعتقد صدق، هو كان أول من طرح ورقة وقدمها للحكومة حول أنه يعمل أكاديمية للفنون يجمع فيها معهد الفنون المسرحية ومعهد الفنون الموسيقية، وأيضاً يعمل للتلفزيون. شوف وين من زمان هالورقة هذه، يمكن بالثمانينات، ويعمل في مكان واحد وفيها استديوهات، فيها مسارح، وفيها أيضاً مسارح يعني للمسرح، للعروض المسرحية، مسارح لتقديم الموسيقى، وأيضاً للتلفزيون اللي يعني ما حد كان يعتقد أيامها إن التلفزيون بيكون هالكثر كاسح. يعني هذا المنفلوطي العصري مالنا يتقبل أيضاً سخريتنا منه لما يتكلم فصحى زيادة مع تعابير الوجه. ركزوا على تعابير الوجه، ركزوا على الانفعال اللي قدمه في صوته وحركات وجهه. يعطيه طولة العمر، وإن شاء الله يعني شوية بس يخف عناده، وهو متصالح مع ذاته، بس شوية يفتحها للآخرين اللي يعتقد من تنكروا له. يعني لو يسمعهم، أسمع وبس، لأن الحوار حوار بين الأجيال، بين أطفالنا، بين أصدقائنا، بين أهم عمود ليستمر الحب الكبير اللي في قلوبنا. حب بلا شروط، لما نحب أحد نحبهم بلا شروط، فبالتالي نتوقع منهم أن يحبونا بلا شروط. هو معاه حق في هالموضوع طبعا. فيا بختكم وبسمع حلقتكم وأشوف شي يقول، لأن هذا الرجل ممتع. بارك الله فيكم وكل عام وانتم بخير. ليلى أحمد. شكرا. أنا بالنسبة للأكاديمية التي أشارت إليها، أنا رسالتي للدكتوراه A College of Communication Arts in the Arabian Gulf، إنشاء أكاديمية فنون في الخليج العربي. وكانت المذكرة التفسيرية التي تقدمت بها للحكومة أن الكويت إذا كان أنشأت هذه الأكاديمية الناس ستأتي إليها في الخليج من كل حدب وصوب، لأن الفتيات والشبان الذين يعيشون في البلدان الأخرى محرم عليهم الرسم، محرم عليهم الموسيقى، محرم عليهم الغناء، الرقص، الكذا. هنا سيكون مصنع لأننا نحن سبقناهم، وبالتالي هذا المصنع سيجعل هؤلاء الفنانين والفنانات يدينون بالفضل للانطلاقة التي انطلقوا منها وهي الكويت. نعم. للأسف أنا بالأمس
تخيل السنعوسي بهذا السن يبكي. ليش يبكي؟ ليش؟ أعطيته تغريدة لسيمفونية ناس 80-90 واحد على مسرح يعزفون سيمفونية. شنو هي السيمفونية؟ علم سيري. وين السيمفونية؟ في حضرموت. الله. ويقول يا نجم بالدموع احنا ننشئ معهد للموسيقى واحمد باقر يفني حياته وشبابه، ما عندنا كذي. وفي حضرموت لا صغرى في حضرموت، ورغم المشاكل في اليمن لو قد تكون مسجلة في فترة سابقة يعني. ما يندرى. نعم. لكن هكذا نسعى لأن نطور الحركة الفنية والفكرية والثقافية في بلادنا. للأسف لم يؤخذ به. تخلفنا. صرف علي 5 مليون دولار، وغيرنا سبقنا. الله. صرف علي في جامعة USC 5 مليون دولار، ورسالتي موجودة على الرفوف. بأي سنة تخرجت؟ أنا 80. سنة 80. وقدمت هذه الورقة بعد التخرج يعني. إيه؟ والدكتور حسن الإبراهيم قال خليه يجي يأسس قسم الإعلام ويدرس عندي. رحت. لما أردت طلبني قال نرجو أن يعاد لسنة أخرى على أمل أن ينقلني نهائيا للجامعة. جاء كتاب من وزارة الإعلام ليس بمقدورنا أن نجدد له للجامعة نظرا لحاجتنا الماسة إليه. هذه الحاجة الماسة قعدت 8 سنين بلا وظيفة في وزارة الإعلام إلى أن أحلت إلى التقاعد بلا وظيفة ولا مكتب. والمسؤول الكبير لما يشوفني يا أخي دكتور ومثقف وين أحطك بس يجي لك المنصب، و8 سنين ما جاء المنصب لين تقاعدت. رحت بريطانيا، فتحت أمامي أبواب، صارت عندي إذاعة، أكتب في الشرق الأوسط، أكتب في المجلة، أكتب في سيدتي، أكتب في هي، ألقي محاضرات، أسافر من بلاد لبلاد. وهني بل مجلة العربي هنا كانت تقيم مهرجان سنوي وتدعي مفكرين، تدعي كل الناس ما تدعوني. مهرجانات سينما تدعى كل الناس، أنا لا أدعى. الإذاعة تؤسس كتاب للذين عملوا في الإذاعة نصف قرن اسمي لا يذكر فيه. أنا لا أريد أن أفتح محزن الآن. قالوا رمضان ومرح نرجع يلا. ايش رايك؟ الله يعطيك. انت هامل. تطرقت ايضا الى جزئيه اللغه العربيه، وانت لما عندك جانب فيها الاكتنج التمثيلي. ما ليس هناك تمثيل. انت المره السابقه لما كنت ضيفا عليك شعرت انني افتعل شيء؟ لا. جست دعوتني انا وعائلتي عندك في البيت. نعم. هل لغتي اختلفت؟ لا. إذا هذا أسلوب حياة أصبح. طريقتك. صحيح. الله يرحمه السقاف كان هكذا في بيته. كثير من جميلة اللغة العربية والله العظيم، لو أنكم تدربتم عليها لاكتشفتم أنها راقية. صح. وأفضل بكثير من العامية فقيرة، مفرداتها فقيرة جدا، تدور في نفس الفلك. لكن الفصحى تعطيك عالم تعطيك ما عليه احيانا سقط سهوا. ترى ساعات اقول كلام كذي عادي. شو يسمونها بدليه هذه؟ تعطيك مفردات تحلق. اللغه العربيه شعر. اللغه العربيه يا اخي ايهما الافضل، العاميه ام الفصحى؟ الفصحى. طب لما لا ناتي الى الفصحى؟ صعبة. لكن وين المشكلة في الفصحى؟ إن الذي يدرسك اللغة العربية في الفصل بالعامية. الذي يدرسها بالفصحى العربية باللهجة العامية، فكيف قد تكون الأمثل والأفضل هي. اخلص. قد تكون الأمثل والأفضل. أيها الرجل المبجل الجبهذذ الذي أصبح الجبهذذ الجهبذ بس. قال ايش قاله؟ جبهذذ. جبهبذ جديدة. يزيد هو مباب زاد ملح شويه. توها نازله لا زين الجبهبذ هذا توها نازله بالقاموس. فيها دائين، ما في اللغه العربيه دائين. الوحيده الذي جاء بذالين جبهذذ. حلو. وتذهذهت لغه الكلام. انا بسال سؤال بامجد. ليت انك تطرح سؤال حول كلمه او معنى كلمه قيادي في المجتمع. دائما أنا دائما أقول القيادي في المجتمع يجب أن يأخذ حقه. في إنسان مثل ما تفضل صديقنا وقال أن المثقف يجب أن يقلص السلبيات ويوسع دائرة الإيجابيات. وأشرنا للمثقف هو الذي تكون له بصمة في المجتمع. أنا أذكر رموز كويتية
دع عنك القائد العظيم الذي أسس حياة الديمقراطية والبرلمان وكذا، رحمه الله، عبد الله السالم. الله يرحمه. مميز نعم. وهو قيادي، صحيح. لكن ناخذ نماذج شعبية. هل تستطيع القول عن الخطيب أحمد رحمة الله عليه لم يكن قياديا في المجتمع؟ لا، قيادي. الله يرحمه. الله يرحمه. رجل دولة. طفل من بيت فقير يكمل الثانوية ويذهب إلى العراق، من العراق إلى بيروت، ويدرس في الجامعة الأمريكية ويؤسس حركة القوميين العرب، ويأتي طبيبا ويعالج بحدود رمزية للمرضى. صحيح. ثم بعد ذلك يؤسس النادي الثقافي القومي، بعد النادي الثقافي القومي المجلس التأسيسي، البرلمان، وعضو نائب السنوات كلها، إلى أن يترك الحياة وهو قيادي في المجتمع. هذا لا يستحق كلمة قيادي؟ طب أقول لك شغلة، ما نحن عليه من خير الآن من ريع النفط، تدري منين جاء؟ كانت هناك اتفاقية مع الشركات الإنجليزية أو غيرها شركات النفط أن يكون النفط بعد أن تنتهي الاتفاقية مع الإنجليز 40% للشركات و60% للشعب الكويتي. رفض عبد الله النباري واستجوب وزير النفط رحمة الله عليه، الله يرحمه. وتمت عملية تأميم النفط كاملا، ليس للكويت فقط وإنما لدول الخليج. فدول الخليج كلها تنعم بالقيادة في المجتمع رحمة الله عليه عبد الله النباري، عندما هو وجماعته الخطيب وجاسم القطامي والربعي أصروا على أن يكون للنفط تأميم كامل. هذا ليس قيادي في المجتمع. أي إنسان له بصمة إيجابية، السنعوسي فيها سنوات اللي قضاها في الإعلام، ليس قيادي في المجتمع. كل إنسان يؤدي، أبوك لما يكتب كل يوم مقالة أليس قيادي في المجتمع؟ فكلمة قيادي في المجتمع هو الذي يلوي ذراع السلبيات ويلقي بها عرض الحائط ويرحب بالإيجابيات ويسعى إليها. الكلمة الطيبة التي تصدر من هذا البرنامج، حتى الابتسامة التي تصدر من هذا، هي عمل إيجابي. هي القائد الذي يقود ولا ينقاد. لحظة، القائد الذي يقود ولا ينقاد، لكن ممكن ينقاد إلى الكلمة الطيبة. ممكن يمكن يروح يعني غير راية. ممكن إيه؟ ممكن كسر فيك، صار جبهدل. نفس اللي ياكم نفس اللي ياكم بالبدلة. الوالد يسلم عليك، الله يبارك لك بالشهر، يقول لك كعادتك يا أبا أمجد متألق بخبرتك وثقافتك، وخلتني وصحبك الكرام متسمر أمام التلفاز. ضاع جدول زيارة الدواوين اليوم، أعطيت القوس باريها، ربنا يطيل بعمرك في صحة وعافية، ونشوف كتابك الموسوعة لحفظ التاريخ الكويتي وأدوار رواد الثقافة أمثالك. تحياتي لأبو فيصل ولأبو كميل وكل طاقم العمل. والدك رجل قيادي في المجتمع وإنسان فاضل، ويكتب مقالة دائما اجتماعية، وإنسان حقيقة أدى دوره ويؤدي دوره، وهو الآن في 40 من عمره أظن. أقل شوي. الله يحفظه. عسى الله يحفظه. الله إن شاء الله يعطيه طول العمر. بلغ تحياتي، وإن شاء الله نتشرف بمرأة محياة إن شاء الله. بهالمناسبة بس أنا يمكن ما بطلع برا، ولكن أمس خلال زيارتي مرت عمي شيخة هي الحين قاعد طالعنا، يعني من الحريم الكبار، كبار جدا، الله يعني كبار جدا. فقلت لها باكر راح اطلع، فما بي اكسر هالشغله، لان امس قلت لها بطلع بالتلفزيون بسلم عليك، فاذا تاذني ابو يوسف. سلمت خلصت؟ لا، بقول لها ام محمد كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير محمد، الله طاعتك. من الناس القدم، لا الله يحفظها، وريلها شجره. هذا ذكرني في شغله صارت لنا في التلفزيون. اللي هي الشيخ جابر العلا الله يرحمه قال جيبوا الكبار في السن والناس المتقاعدين يتكلمون. طب عبد اللطيف الكويتي كان مقاطع، فجبناه التلفزيون، ما في ويلشير، هو كان الله يرحمه مقعد، فشلناه، وكانت معاه طفلة صغيرة. طبعا كان لاعن والده خيرنا، وحنا شايلينه وحطيناه في الاستوديو. المهم قال ما أبي أحد يقدمني. سيداتي وسادتي، أقدم لكم الأغنية الآن من تأليفي وتلحيني وغنائي، والطفلة هذه الصغيرة بنت أختي اسمها كذا، والآن نبدأ. فالأخ الحين سوى مثل عبد اللطيف الكويتي الله يرحمه. شفته، بس ليش كان يعصب؟ أنا كنت أشوفه يعصب إذا ما حد رد، سوى طالع طبعا صح، ما عصب على عبد الوهاب. عبد الوهاب لما ضحك قال، قلت له ما أدري إيش قلت له، ولا سمعته كان يقول ها ها
ها يا عبد الوهاب ليش تقول ها؟ زين، هو صحيح الهوى غلاب؟ اي والله هو صحيح. رحم الله الثلاثة. ام كلثوم، بيرم التونسي، الصبري، بيرم التونسي المؤلف، نعم، وام كلثوم والملحن. وانت تبيها بصوت الشيخ زكريا احمد. هذا اخر الحان الشيخ زكريا واخر ما غنت ام كلثوم. انا لما اسمع ام كلثوم يعني هي وصلت الى مرحله ما بعدها مرحله، لكن لما اسمعها انا من عشاق الطرب الاصيل. في مطرب سوري عمره 90 سنه اسمه صبري مدلل. هذا صبري مدلل عنده فرقه موجود هو الحين، دائما اسمعه، اظني توفي. هو استاذ صباح فخري. نعم. سمعت مرة يغني هو صحيح الهوى غلاب، لكن بطريقته التي تختلف عن أم كلثوم. نعم. وعن الشيخ زكريا، أخذت القدود الحلبية. سلم عليك سالم مال الله، يقول قول حق ابو امجد حلقتك نار. هذا تعبير الشباب. نعم. شنو يعني حلقتك نار؟ اقول عنبر مال الله شو الدنيا فيه؟ يسألك عن عنبر مال الله يا سلم، الحين جاي هو بالدرب. عنبر مال الله كان معانا في القاهرة، رجل فاضل. ونعم. كان وكيل وزارة في صح صح. ايه رجل فاضل، كان بالتربية. بس كنا قالوا لي مريض او شيء من هذا. عسى الله يا شافي. كنا كان بالتربية. ايه زين. نبي نسمع ايضا، ما شاء الله محبينك كثر. خل نسمع بعد ما ادري واحد ولا واحده من المحبين. لا، واحده من المحبين. احنا نحب المفاجآت. خل نسمع يلا. الإعلامية أمل عبد الله حبت تشارك في حلقة الديوانية، ودزت مشاركتها بصوتها حق ضيفنا الدكتور نجم عبد الكريم، وقالت فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور نجم عبد الكريم يعني شهادتي فيه مجروحة، لأن هو بداية زامني في أهم مرحلة من مراحل حياتي العملية. يعني في بداياتي عندما بدأت العمل في الإذاعة الشعبية بالإذاعة الكويتية، كان هو أحد العناصر المتواجدين، وكان نشط، وكنت أسمع عنه قبل لا أعمل في الإذاعة، ويلفت نظري حيويته، نشاطه، يعني رجل مثابر. وعندما اقتربنا من خلال زمالتنا في الإذاعة، وجدت أنه على علو صوته، على يعني نرفزته أحيانا، عصبيته، لكنه هو النقاء مجسد في داخل هذا الإنسان. اللي ما يعرف الدكتور نجم عبد الكريم أو ما اقترب منها كثيرا يأخذ فكرة مختلفة تماما، لكن عندما تقترب من هذا الرجل تجد أن يعني إطاره الخارجي هو مثقف، هو إنسان جاد، هو إنسان تعب على نفسه، لم يترك يعني وسيلة من وسائل الإعلام أو الثقافة إلا اشتغل بها. قرأ في الشعر، قرأ في الأدب، قرأ في كل المجالات المعرفية، وهو رجل موسوعي في كل ما تعنيه الكلمة من معنى. عندما تقترب منه هو تجد هذا الإنسان اللي أنت تسمع صوته عاليا، هو في داخله طفل، وطفل يحمل من النقاء والصفاء ومن الأدب ومن الكياسة ومن الحب للآخرين. لهذا يعني البعض لم يفهم الدكتور نجم عبد الكريم كما هو من الداخل. أنا سعيدة أني يعني أسمع أنه هو اليوم مستضاف في إذاعتكم، وأنا مع الأسف مع أن علمت بوصولهم إلى الكويت، ولكن أنا طبعا أمر بعارض صحي، لا أستطيع أن أنتقل بسهولة من مكان إلى آخر إلا عبر الويلتشير وبيدي عصاتي كما يقال. إن شاء الله نلتقي، وتحياتي للدكتور نجم، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. أمل عبد الله. ونعم يارك الله، وسلامات. ما تشوف شر. سلامات، ما تشوفين شر. شكرا على وفائك وعلى هذه المشاركة. إعلامية قديرة وأستاذة فاضلة، تعلمنا منك الكثير. أذكر يعني ما زالت هذه العبارات عالقة في ذهني لما كنت في فترة سابقة في وزارة الإعلام. كنت ألتقي
مع الأستاذة أمل عبد الله في ممرات ودهاليز الوزارة، وكانت دائما تشجعني وتدفعني لتقديم المزيد. فأعتز بهذه اللقاءات اللي تعني لي الكثير، وما تشوفين شر إن شاء الله، ومبارك عليك الشهر. الدكتور نجم يبيك فهد كميل ترد على الأستاذة الفاضلة أمل عبد الله. اي والله والنعم، في إعلامية غديرة أمل عبد الله، وأنا كنا في دهاليز يا أخي قال شيء جديد، قال إعلامية قديرة. أليس هذا شيئا جديدا؟ نعم. دائما هو ما يأتينا بالجديد. هو زي اللي فينا كوبي بيست. لا فيري اب تو ديت يعني على طول. السيرفر عندك كله ابلود. إعلامية كنت اشوفها في الانفورميشن، هي مؤلفة وشاعرة وباحثة ما شاء الله، وكل هذه تقع تحت مظلة إعلامية، فلخصها كلها بكلمة إعلامية. ويتكلم يا أخي لله درك يا ابن كميل، ما أروعك. وين شافه؟ يقول لك وين شافه؟ ما أروعك. ردينا على شو اسمه؟ لا منو؟ نبيل شعيل. ما أروعك. هي ترى بالمناسبة أنت كنت ضيفة قبل، سوالي اللقاء بس ما يندرى. أمس دعوة سنعوزي اليوم ما أدري منه. ما قالوا لك أي يوم رمضان؟ ما قالوا لا. شلون الحلقة كانت حلوة؟ جلسة لطيفة. لطيفة، هو حباب لطيف بس هم قال لي أنا ماني خايف من أحد، خايف منك. قلت ليش؟ قال لي الفصحى. لأن قال والآن عدنا والحين ردينا لكم. قلت له لا، ليت أنك تقول عدنا والعود أحمد. قال يلا وين أجيبها أنا هذه. قبل يومين كان معانا أيضا باتصال، باركنا له على البرنامج مع أبو شعيل، أتمنى له التوفيق. اي والله لطيف حوار. البارح كان ملعلع مع سنعوسي وقبلها مع حسين فهمي. اي صحيح. واسماء كثر صراحه، يعني ننتظر ابداع ابو شعيل في رمضان. وين ساكن في بريطانيا؟ في لندن. يعني اي صوب، يعني اي منطقه؟ تعرف الازقه؟ وين الازقه البريطانيه تعرفها؟ لا انا صوب يعني بورتشموث. يعني انا في السنتر قريب من الهايد بارك. انا ريجنت بارك اللي يمها. انا لا في الهايد بارك. بس تبي اقول لك الشارع والرقم؟ لا بامجد ترى اذا تكلمت معاه عربي ما يقدر يكمل، لانه هو ثقافته انجليزيه. طب انا حسألك باللغه الثقافه الانجليزيه. نعم. ليت اس سبيك انجلش. شوف حلقه ليه صار حلقك عوج؟ ما ادري، لما اتكلم الانجليزي لازم تشي معي يصير عوج. توبوكس يحوش بالويو. زين شكسبير على لسان هاملت قال to be or not to be there is a question. ترجمها. to be or not to be يعني نسوي ولا ما نسوي؟ اكون او لا اكون ولا ما اكون. هذا قصدي يعني. يبي له رنه. بس والله it's beautiful looking at you. ايه عرفت ليش اللغه عنده؟ دائما اللغه دش عنده. وانت عايش في انجلترا؟ لا قاعد 6 أشهر بس. فقط لا غير. كان مسجون. زين احنا اليوم في المارينا عندنا انفراد بعرض ماده فيلميه لم تظهر من قبل، ونشكرك لانك خصيتنا فيها. يا حضرتك. هذا فيلم قصه يوسف ادريس، النداهه. نعم النداهه، سيناريو واخراج الدكتور نجم عبد الكريم. هذا العمل تم إنتاجه عام 1969 وكان كما هو مكتوب على الشاشة. نعم، وكان مشروع تخرجك. نعم. وحصلت عنه على شهادة الامتياز مع مرتبة الشرف دائما وأبدا. تليق بك هذه المرتبة. عموما أنا بعرف دكتور كواليس هذا العمل. شلون خرج الأبطال؟ عندك نور الشريف، نعم، مديحة حمدي وحمدي أحمد وعايدة عبد العزيز. شلون اتفقت معهم؟ أنا تربطني علاقات فيهم، لكن في هذا العمل أنا كنت أطمح لسعاد حسني أن تكون بدلا من مدينة، لأن هي الفكرة النداهة إيش هي؟ النداهة عبارة عن ساقية أو ترعة تتراءى لإنسان فيطب وغرق، تتراءى لامرأة. فالكاتب المبدع وأعظم من كتب قصة قصيرة يوسف إدريس صور المدينة هي النداهة التي تبتلع القيم النبيلة التي توفرت في هذه الفلاحة المسكينة الجميلة التي مش تكون زوجة لبواب، وواحد من سكان العمارة أعجب بها فقام بعملية اغتصاب لها، فكنت أطمح أن تكون سعاد حسني، فذهبت إليها ورحبت بي وكانت تربطني الصلة طيبة فيها
صديقي كان زوجها علي بدرخان خريج معهد السينما، ورحبت فقالت لي أنا عايز أسألك سؤال يا نجم، أنت جايب نور الشريف؟ قلت لا. وحمدي أحمد؟ قلت لا. وعايدة عبد العزيز؟ لا. ودلوقتي عايز سعاد حسني عشان مشروع تخرج. جميل، وده طموح كويس وأنا بشجعك، بس هسألك سؤال، زملائك اللي معاك في قسم الإخراج كم واحد؟ قلت لها 10. قالت كلهم هيجيبوا سعاد حسني ونور الشريف وحمدي أحمد؟ قلت لها لا. قالت طب يا نجم، مش دي مسابقة والإنسان لازم يكون فيها يعني يدي فرصة للآخرين. لو جات سعاد حسني ونور الشريف وحمدي أحمد وعايدة عبد العزيز وقصة ليوسف إدريس وانت بتعملها، لجنة التحكيم حتدي لك درجة. ذنبهم ايه زملاتك؟ قلت لها انت تريدين ان تعتذرين ام انك يعني فعلا؟ قالت لي لا لا لا، انا والله ما عنديش مشكلة وانت صديقي. وانا اعرفها منين؟ لان امها كانت صديقة لصديقة كويتية زميلة لنا، وتروح عندها في البيت دائما. واختها صباح الله يرحمها كانت عند الصديقة، سألتها من كم يوم، كانت تكلم الكويتية إنسانة فاضلة ومن القياديين في المجتمع. قلت لها أنا سآتي على هالقصة، أجيب اسمك؟ قالت لي أتركها لك. أتركها لك كأنها ما تحب، فأتركها. فأنا أعرف أمها وأعرف أخواتها وأعرف أخوانها أيضا، وذهبت إليها بهذه الروحية. فكونها قالت لي هذا الكلام، ولما جت إلى لندن وكانت تريد أن تتعالج في الفترة التي توفيت فيها أو التي حدث ما حدث لها، قالت لي أنا فاكرة إن أنا أحبطتك. قلت لا لم تحبطيني، وكنت أحترم وجهة نظرك. وهذا الفيلم أنا أرسلت لك نسخة منه، بس أتمنى لأن مديحة حمدي تحجبت. اي نعم، لا ما راح نظهر يعني اكيد. وهي عمليه اغتصاب، والاغتصاب اضطريت انا وفي حينها كانت لسه شابه صغيره، فاتمنى اذا اظهرت. لا هذا اكيد ما راح يظهر، لكن احنا راح نحط مقطع من الفيلم. هل الفنانين تقاضوا اجور في لا تبرع. هذا كان لمعهد السينما، لا كله تبرع. طيب بنشوف فيلم النداهه كله؟ لا مقطع بسيط بس. لما تقول نجم عبد الكريم اخرج فيلم نور الشريف وحمدي احمد وكذا، يحيى وايد عندهم عجبه. مع ان نور الشريف مثل معاي واسماء صحيح، مثلنا في مسرحيه هاملت اخراج سيد بدير. نعم. وهاملت كان كرم مطاوع، واوفيليا كان عزيز البدراوي، بس دوري كان عظيم، حفار القبور. يسلم عليك أخوك باسم الصالح من السويد، يتابع الحلقة عبر اليوتيوب. يقول اسمح لي أن أمسي عليكم وعلى الهرم الكبير دكتور نجم، وكل عام وأنتم جميعا بخير، وتحياتي للزملاء أبو فيصل وأبو كبير. يا الله باسم. يا الله باسم. يعني الحين أنا خفرع لأنك هرم الكبير. احنا كلنا خوفه من خفرع. حلوة ملعوبة. زين انت من قرع. ليش؟ لان نمتين شوي. الدكتور طلع من المولد. لا هو خناتون. احبابك كثر ما شاء الله، الله يزيدهم. الحمد لله والشكر لله. خلنا نسمع واحد من الرفاق شنو قال في حقك. الرفاق هذه كلمة حزبية، كأنك بعثي ولا شيوعي. لا صحيح. الأصدقاء يعني ما يصير الرفاق، يعني ما غلط. هي الرفاق من رفيق، لكن الأحزاب دائما الرفيق الحزب الشيوعي، الرفيق حزب البعث العربي الاشتراكي. انت كل واحد يفسر حسب فهمه. يقول الأصدقاء ما أحلى. يلا واحد الإخوان من لا هم الإخوان ما هي شيء. الإخوان هم هي شيء. ما احترنا احنا شنو نقدمك فيه. انتم هذا هني المشكلة، الفهم حسب النية. صحيح، هذه مشكلة. لي الذراع مشكلة. لا بس شوف، يعني هناك من يقرأ بما ينفع، وهناك من ينتفع بما يقرأ. عجين يقول عشان بس تعرف. أنا أقول دكتور سليمان الشطي، خلينا نسمع شنو مشاركته. الدكتور سليمان الشطي حب يشارك في حلقة الديوانية، وأرسل مشاركته بصوته حق ضيفنا الدكتور نجم عبد الكريم، وقال فيها: صديقي نجم عبد الكريم الدكتور شخصية غير عادية، فنان في الموهبة، فنان في الدراسة، فنان بالثقافة الفنية، يعيش روح الفنان الذي يكتشف مباهج الحياة، يكشفها لنفسه ولمن حوله
تماما كما أنه يكشف مساويها وأخاديد القبح فيها. المثقف وهو مثقف ليس ثقافة معلومة يحتفظ بها، لكنه ثقافة حالة إشعاع مستمرة يحفز عندي دائما حالة الاكتشاف لكل جديد أو خفي من المعارف، وهي ثقافة إنسانية عامة تراثية في أصولها، حديثة في متابعتها، متنوعة، فكر، فن، حضارة. المعري بجانب شوقي، روسو بجانب الغزالي، سوفوكليس بجانب إبسن، توفيق الحكيم بجانب سعد الله والنوس، وهكذا. يعيش حالة تثقيف متحركة بين الناس، وتبقى روحه مرحة لا تستبد بها روح القتامة التي تحاط بالثقافة عند من لا يعرف الثقافة الحقيقية. هي حالة إشعاع. معرفته ليست أنانية تحتفظ ما لديها في صدر محكم، ولكنه يبذلها. مياه الثقافة عنده مفتوحة متحركة شاملة في أي مجلس في أي مكان. أميز ما يميز الدكتور نجم أنه إنسان صنع نفسه، تجربته الإنسانية فريدة متنوعة ثرية، فهو لم يجد الأبواب مفتوحة، كانت دائما شبه مغلقة، تحتاج إلى من يبذل الكثير حتى يقتحمها، وكان يفعل ذلك دائما بقوة وصبر ونفاذ. حياة نجم تجربة مستمرة ثرية. كم أتمنى أن يتفرغ ليكتب لنا عن حياته بأسلوب الفنان وسعة إدراك المثقف وبحس الإنسان الذي عاش التجارب. تجربة لو كتبها سيكون فيها غزالي أنقذ نفسه من ضياع الظلال، وطه حسين في أيامه المتحدي لمعوقات الحياة والظرف الشخصي، مثل جان جاك روسو أيضا الذي كشف الحقائق دون تردد. أتمنى أن يكتب نجم هذه الحياة، فإن في كتابتها فائدة ومتعة ومعرفة. اكتب، وثق، ولا تبكي لأن دموعك غالية علينا. اي والله. نصف قرن من العمل، أنت اليوم كرمتني، وليست هناك أي مؤسسة رسمية وليس هناك أي احتفال قال هذا اشتغل في الإذاعة والسينما والصحافة والتلفزيون والمسرح نكرمه بكلمة. أنت كرمتني بهذه الشهادات، وأشعر أنني أحصل على أرفع تكريم في حياتي من هذه الوجوه الطيبة والأصوات النقية. من هنا أنا هذه مش دموع حزن، هذه دموع فرح، أنني أكرم من هؤلاء الشرفاء. تستاهل. كثر الله خيرك يا أخي. وأنا سعيد بهذه المشاعر. وعلى فكرة حتى لا أنسى، البغلي يقيم احتفال سنوي ليكرم شخصيات كويتية من حوالي 3 سنوات، أيضا دعاني وكرمني الرجل. نعم، الله يعني يجزاهم كل خير أهل الوفاء. معذرة احنا جايين يفترض ان لا بالعكس والله، طالما هي مشاعر فرح احنا سعيدين فيها، احنا مع الفرح، واحنا دائما نسعى الى البهجة، ونتمنى انك تطلع مبتهج بهذا اللقاء. وانت تستاهل والله دكتور. الشهادة أنا أعرف صديقي الشطي منذ أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، ونحن على تواصل. كان لنا ثالث رحمه الله خالد سعود الزيد، سبقنا إلى الآخرة. هذا الرجل أعرف عنه شيء واحد، لا يقول كلمة إلا في موضعها. كون يقول ما قال. لم أعرف عن سليمان الشطي أنه قال ما لا يؤمن به، وأنا سعيد جدا أن أستمع إلى هذه الشهادة التي جاءت عبر إذاعتكم، وأشكره جدا لما قال به. أما فيما يتعلق فيما الكتابة، أرجو الله أن تأتي الظروف الموضوعية التي تتيح لي أن أجلس وأدون ما طالبني أن أدونه، وإن شاء الله سأفعل بإذن الله. وما شاء الله تمتلك اللياقة، يعني قلمك سيال، ولك يعني الآن يعني زوايا في الصحف ومؤخرا في الجريدة. نعم، لك اليوم لي مقالة. نعم، الحقيقة لها عدة أوجه. قلمك سيال، عجبتك الجملة؟ عجبتني. أضيف لها شيء، تضيف لها سيال في البيال. ايش قال؟
في البيال. والله كما سمعنا. سيال ايش؟ في البيال. في البيال. كالبيال. البيال شنو هي؟ البيال يعني ذكر البيال. يعني لو قال سيال كالموال عشان تعرف احنا شلون. او ذكرته باغنيه الاطلال. الله مثلا الله. يعني والله انا اعيش حلم ولا خيال. او هكذا تفسر. وفسر السيال بالبيال. بالبيال. عشان تعرف شلون قاعد نعاني احنا. نعم. على طاري الطرب، لو نتوقف شوي دكتور عند عمالة الطرب مثل ام كلثوم. عمالقة الطرب. عمالقة الطرب. عمال هذا عمالقة يبا عمالقة مثل ام كلثوم وفايزة احمد وفريد الأطرش وشاد الخليج. الله. شنو السر في ان اعمالهم للحين حاضرة في الاذهان؟ لا، هذا السؤال يجيب على نفسه بنفسه، واي واحد سمع سؤالك سيقول الاجابة ستكون سهلة، لانهم اعطوا اقصى ما لديهم من ابداع صادق فوصل الى الناس وعاش إلى أبد الآبدين. أنا كتبت منذ أيام في ذكرى وفاة عبد الحليم حافظ، هو غاب عنا جسدا لكنه بصوته ترجمانا للعشاق، ترجمانا بصوته الجميل، ترجمانا. لم يمت حليم، لم أشعر أنه مات إلا بجسده، ولكنه كان وما زال وسيبقى صوتا جميلا معبرا عن لواعج المحبين للصوت الجميل. رجعنا معاكم في هذا الحوار الجميل الممتع مع الصديق العزيز أبو أمجد. شرفتنا اليوم في المارينا. الله يبارك فيك. لكن أنتم على قدر أستطيع أن أسميكم الثلاثة الشطار. سألتموني سؤال وأنا محتار. الله. كيف سأقدم ما تقدمونه ليليا لنشرة الأخبار؟ الله. احنا عندنا دائما موجز. انا الاستهلال عندي والزملاء يبتدون تباعا، كل واحد يقول خبر. فاليوم انت ذعت نشرة اخبار. اي سبق ان ذعت نشرة اخبار. باي سنة؟ بالطريقة الصناعية. في اي سنة؟ يعني في مراحل حياتي المختلفة. لما كنت في لندن كان عندي إذاعة دائما أذيع نشرة الأخبار. إذا نرجع إلى أيام لندن لكن نعيدها في الكويت، وناخذ المقدمة من السيد ميرو مخرجنا. السيد ميرو تفضل. إن شاء الله نقول مع الديوانية 90-4 ارتجالا. نعم. أوكي. إذا كنا سيدتي وسادتي أسعد الله مساءكم ونحن في رمضان، أن الكويت الآن الناس فيها تتزاور في مهرجانات من الحب والمودة التي تتمثل في الزيارات الديوانيات التي تجعل البلاد من أقصاها إلى أقصاها يتزاورون، يتحابون، يلتقون على المودة والمحبة تحت ظلال هذا الشهر الفضيل أدامها الله علينا وعليكم جميعا. أبدأ الأخبار عندك. أخبار الديوانية. الأعمال الممتازة لموظفي الإعلام في حساباتهم الأسبوع المقبل. ما يصير في حساباتهم، في حساباتهم. في حساباتهم الأسبوع المقبل. الصحة تستحدث برنامج التدريب الأساسي للصيادلة. ثالثا بنشر. 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 شنو بنشر؟ منين جايه هذه؟ تركيا. تركيا؟ مو انجليزيه؟ لا من صفنجة. لا من وين؟ صفنجة. لا الحين النشر عندك. كلنا آذان صاغية. ثالثا إليك أيها الطاغية. طاغية بقحفية. يلا. ثالثا وزارة الأشغال العامة 1,000,000.9. لا لا ما يعرف يقول أرقام. شوف إذا شيء فوق الست خانات بالأرقام يغير تزغلل عيونه. يعني ب 500 ب 400 هذه حدودك. 1.9. اي وزارة الأشغال العامة 1.9. زين لا 1,900,000. اوكي زين شلون يعني سهلة. ثالثا وزارة الأشغال العامة 1,900,000 مليون دينار لصيانة الطرق الزراعية بالمنطقة الشمالية. هذا نشرتكم. وزارة الشؤون الاجتماعية توقيع عقد النظافة وتجديد الأمن والحراسة.
اتحادات المنتجين والمربين: زيادة أسعار الأعلاف ستؤدي إلى رفع أسعار اللحوم والألبان والمواطن يعاني. خلصت النشرة بالأعلاف. زين. الكرتون والشخصيات الكرتونية شكلت وعي لأجيال كثيرة. نعم. لكن تراجع دورها مؤخرا بشكل لافت. حتى الأعمال المدبلجة ما عادت الأعمال المدبلجة اللي كانت تقدم بذات الجودة. شنو سبب هذا التراجع؟ هو في تراجع في شتى المجالات، ليس في الكرتون، في التمثيلية، في المسرحية، في الأغنية، في كثير من التراجع. يعني مرحلة التخلف، حتى لا أقول الانحطاط، ما قلتها. لا ألطف. التخلف والتراجع بدت على مختلف المستويات. طيب للأسف. يعني دكتور، أنت شلون تصديت لشخصية دكتور عرفان؟ نبي نتعرف عن كواليس هذا. هو ليس مهم عرفان، المهم لولو الديناصور. هذاك، لأن عرفان تقول مثلا: ها، ما الذي تفعلون هذا اليوم؟ اذهبوا إليهم وتحدثوا. لكنني لم أراك تفعل كذا. هذا حكي عادي. لكن هذاك لقد اللوز تشقق. كنت تعاني في الأداء؟ لا، هو ولا تستمتع؟ في حينها كانت الحنجرة مطواعة والقدرة على التلون الصوتي موجودة. لكن هم المخرجين كانوا يستغلون هذه القدرة. مثلا أنا دوري عرفان، ولولو واحد ثالث، العجوز اللي لقد جئنا إليك من هالحكي. لكن من حين لآخر يجي لك يقول لك: دكتور أبي والله واحد شرير شاب يبي يبتز أمه. أماه، لما لا تعطيني مالا؟ اذهب يا ولد. اذهب، إذن خذي. الشرير بعد شوي يجيني يقول لي: أبي إنسان طيب حباب يكلم أولاده بلطف. والله يا أولادي إن الذي من هالحكي. فكانوا يستغلون الحنجرة المطواعة، وما يجيبون ممثلين. على أبو نجم عنده مخزن أصوات. فهذه كنت ما شاء الله. لكن إجادة وإبداع ترك أثر. اليوم هذه الخامة، هذه موهبة أساسا مفقودة. يعني قد تجدها للأسف الشديد الآن على ما يبدو الحالة المادية تلعب دور مهم. طبعا. زمان وأمولة طلعت من شوية وغير أمولة من الأخوان، كنا ما نسأل عن الفلوس، نشتغل ليل نهار، ما شغوفين. والله العظيم وأقسم لك بالله حتى هذه اللحظة أنا ما أعرف كثر معاشي في الإعلام. الآن تقاعدي ما أدري كثر، تقاعدي اللي بيجيني ما أدري كثر. ما تعنيني هالقضية إلى الآن يقول لك يحسبونها بالفلس. أصبح الحالة المادية هي سيد الأخلاق في العمل الفني. زين، خلينا نرتجل الآن عمل كرتوني للتاريخ. يعني احنا راح نتشرف بالمشاركة. ايش رايك؟ وزع الشخصيات. أنا نعمان. لا يعني لا، أنا أعطيك دور أرنب. أنت لا تتكلم. أنت أرنب. خله. يلا أرنب، يلا هذا أرنبنا. زين. أرنب عن أرنب يفرق، بس يلا. أوكي. أرنب أسود يعني. أرنب حلي. حتى بني ماكو. لا، يبي أرنب دنماركي أبيض. زين، أنت نبي شخصيتك الشرير. الشرير. هذه الديوانية لا تعجبني. أتعلمون لماذا؟ ولماذا لا تعجبك هذه الديوانية؟ لأن هذا الوجه القبيح أمامي. إنه قبيح ولكنه يضحك. لا يا معود دكتور. أنا أرنب لكن في سكر. ليش نفتقد الآن لكرتون عربي يقدم نماذج لأبطال لأبنائنا ليكونوا قدوات، بدلا من ما يقدم في الغرب؟ لأن ما جاءنا من الغرب. نحن الآن متأثرين بالغرب بأشياء كثيرة. لا أريد أن أعددها، ولكن حتى تكون لنا شخصيتنا نحتاج المسرح من الغرب، القصة من الغرب، الرواية من الغرب. لكن لكي تأخذ شكلها الطبيعي يمكن يكون البداوة وركن البادية وحكي البدو، لكن ظل محدود لم يتطور.
يعني القضايا التي تقال شعبيا لم تتطور عن مستوى محدود. لكن الذين هو لا بأس أنك تأخذ من الآخرين. أنا سمعت أنه في إنسان مخرج سموه البسام، وأخذ ميديا لسوفوكليس وجدد فيها وعرضها خارج الكويت ولقيت صدى طيبا، لكن لما جاء الكويت وجد من يحاربه. ما أدري، المسارح أغلقت الأبواب في وجهه، فراح يعرضها برا ولقيت نجاحا وحصل على جوائز. في معاناة في صناعة السينما للأسف. وأيضا المسارح، نفتقد لمسارح تحتضن المواهب في الكويت، وهذه معاناة الفنانين وفنانين المسرح تحديدا، لا يجدون مسرح يعرضون عليه أعمالهم، فبالتالي المتاح لهم خارج الكويت أسهل من داخلها. يا سيدي، إلى الآن ليست هناك جهة تنظر إلى الفن نظرة جدية وتعطيه الحق الذي يجب أن يستحقه. للأسف الشديد نظرتهم إلى الفن لا زالت دونية. مسرحا، سينما، إذاعة، تلفزيون، رسم، كرتون، النظرة له دونية إلى الآن، في حين أن البلدان الأخرى تنظر له كمنتج حضاري، منتج حضاري ويستطيع أن يقدم حضارات برا. السينما أرخت أمريكا. شو أمريكا 250 سنة عمرها أرختها. صح. شو المسرح؟ شكسبير ليليا تفتح الستارة في جميع بلدان العالم، بينما هو فاشل في الكويت. شكسبير من يروح له في الكويت؟ ما حد يروح. ما حد يروح له. لا صح. أو حتى مناطقنا العربية. ثم أن اللغة العربية الفصحى التي أتحدث إليك بها كأنما تسبب لهم ما يسمى بالارتكاريا، تصيبهم بالفوبيا. هذه لغة أبائك وأجدادك يا أخي. فإذا جاءت تمثيلية أو يعني قدم يا أخي أندلسيات، قدم تاريخ عربي عباسي أموي، قدم فرح، قدم غناء. يا رجل، المسارح التي كانت سائدة في العصور القديمة من أروع ما يمكن. صح. طيب، هذا الأشعار اللي يسمونها اللي تلقى بالمعلقات، شو اسمه السوق؟ سوق عكاظ. أليس هذا مسرحا؟ نعم. لما لا يقدم؟ حاول الرحابنة يعملون شيء من هذا القبيل، لكن الرحابنة مساكين عندما ماتوا ماتت معهم. في ناس لما يموتون تموت معهم أشياء كثير. صح. نعم. احنا الوقت أدركنا، لكن آخر توقف ونرجع للختام. رجعنا طبعا بالأخير، يمكن آخر وليس آخرا. نعم، وليس آخرا. عندنا مشاركة من صديقك الدكتور محمد عبد الجادر. والنعم، خلنا نسمعها. يلا. الدكتور محمد العبد الجادر حب يشارك في حلقة الديوانية، وأرسل مشاركته بصوته حق ضيفنا الدكتور نجم عبد الكريم، وقال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر الإخوان في محطة مارينا على الاستضافة، وأيضا يعني الحقيقة ضيفكم العزيز دكتور نجم عبد الكريم أنا الحقيقة ارتبطت فيه بعلاقة أقرب ما تكون إلى علاقة إنسانية، ويعني بعد الحقيقة كنت أعرفه مثل ما كل الكويتيين يعرفونه كإعلامي ناجح، قدم الكثير من الأعمال، ويعني يمكن أنا اهتميت فيه جدا لما أخرج مسرحية بني صامت، وكنا نتابعه كإعلامي الحقيقة. ولكن لما تعرفت عليه على المستوى الشخصي ارتبطنا بعلاقة إنسانية، ويعني هذا الرجل كأني أعرفه من زمن طويل، في تلاقي بيننا بالأفكار، موسوعي، يتميز بحقيقة بسرعة البديهة وخفة الدم وخفة الطينة كما يقولون الكويتيين، لما يعني عنده القدرة على تحويل مسار الحديث. مثل ما قلت يعني هو شخص موسوعي وعنده ملكات كبيرة جدا، عنده ما شاء الله ذاكرة. أتمنى له الصحة والعافية وطول العمر، وأقدر أقول إن الواحد سعيد بأن دائما يتجدد باللقاء مع الدكتور نجم. مشكورين. دكتور أبو عبد الله، من المدرسة التي ننتمي إليها جميعا العروبية. نعم. وألف كتاب أرخ فيه لشخصية كويتية جديرة باحترام كل الكويتيين، المرحوم سامي المنيس. الله. ألف عنه كتاب من الكتب القيمة،
وأظني الآن هو بصدد كتاب عن المرحوم النيباري يجمع معلومات جميعاً. فهذه المدرسة العروبية الإنسانية التي تكاد تكون أهل الكويت كلهم، صحيح حصل احتلال وصدمنا، لكن لم نصدم بالعروبة، صدمنا بأدعياء العروبة أمثال صدام وأشكاله، لكن العروبة بحد ذاتها متأصلة في الكويتيين، محبين لها. والأخ الدكتور محمد عبد الجادر وما قدمه في كتاباته في القبس من هذه المدرسة التي التقينا، أنا عرفته في لندن، ترى ما عرفته هني ما شاء الله. أي لأنه لكن لما نجح في الانتخابات هو والأخ الملا صالح والمرزوق الغانم كانوا شباب لسه نازلين، رحت أهنيهم في الطليعة، كانوا جالسين في الطليعة، وكان هو أظني مسؤول في الطليعة أو أحد كتابها، كان لقاء عابر. لكن لما جاء إلى لندن توطدت بين الصلة، إنسان فاضل تعرفت عليه هو وأسرته الكريمة، وأنا أشكره على هذه الكلمة الطيبة. كل شخص يعرفك يا أبو أمجد تترك في داخله أثر جميل، وتبقى أنت يعني قدوة ومدرسة إعلامية. أتحدث عن نفسي، استفدنا من هذه التجارب. أتمنى في يوم من الأيام بعد مشوار والله يكتب لنا وياك والجماعة والمستمعين العمر المديد، يجي شخص ويستضيفني ونستذكر المحطات، وتكون أنت أيضا من ضمن هذه المحطات واللقاءات. لما توصل 80 يصير خير، الله يكتب لنا. والله ما ظنتي بالأعمار بيد الله. لحظة أنا قلت لما نوصل 80 ضحك ليش؟ الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى يعني. طب يا يتهكم لحظة جديدة. لا هو يتهكم على الأعمار بيد الله جديدة، أول مرة اسمعها. تو نازلة أول مرة. يا هاي شيء تريك تناقزه. يقولون الضحك بلا سبب. لا قال لنا هذا البلهان، قال لا يعني واحد هني دكتور قال لا غلط، قال ضحكوا قال الضحك 3 أنواع. للضحك لحظة مرة ثانية يقول الضحكة 3 أنواع، الهي والهو والها. هذه ضحكتك. شفت شلون؟ شفت هذه اسمها عدوى الضحك. ثلاثي عفلنجي. صراحة والله يعني ترى معدنك ذهب والله يعني. اللي معدنه طيب. الذهب إذا شريته بعد فترة توديه عند الصايغ ينظفه ويغسله، فريد معدنك هذا معدنك ذهب والله يا الله يبارك فيك. وايد استمتعنا فيه. ينظر الآن الدولار راح ينزل سعره وارتفع أداء مرتبط بسعر البترول. ايش قال مغسلة شنو قال؟ ابو امجد الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. امتعتنا كالعاده. الله يبارك فيك. سعيدين لوجودك بيننا. الله يبارك فيكم واشكركم. وان شاء الله زياره هذه ما تكون الاخيره للمارينا. لا احنا جئنا لقضيه المارينا، جئنا لقضيه قانونيه والحمد لله جت على خير، وسنعود لان المدارس الاطفال لابد ان نعود، انما باذن الله في الصيف اجازه الصيف ساتي وسازور المارينا باذن الله. هذا اذا كان هناك لقاء هذا الامر يختلف. كانك شرف. لا عاد تدبلون شبد المشاهدين 3 مرات في سنه واحده. لا انت جلستك لا تخلو من متعه. لا ان شاء الله يعني اكسر القاعده، لان يقول لك روز انا منت تو بي بروكينج. تخلص لازم تكسر القاعده. انت قاعد طالع البرطم اللي فوق. الختام هذه اهداء منا لك يا ابو امجد. الاغنيه اللي هي اسمعها.